السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. يلا بقى كله يصلي على النبي كده ومع بعض النهاردة هنعمل صينية بطاطس ورز وفراخ. انا هنا حطيت حلة على النار، حطيت فيها جزراية وطماطماية وبصلاية وورق لورا وفلفل اسود وملح، وهسيبها تاخد غلوة مع نفسها كده. انا كنت بحط فلفل اسود اخر حاجة وهغسل الفراخ، ولما تغلي الشوربة هسقط فيها الفراخ. هنا كانت الشوربة غليت، هحط بقى فيها الفراخ واسيبها تستوي مع نفسها. يا ريت بقى تشجعوني وتقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو، وتعملوا لايك على الفيديو وتدوسوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات. يا ريت تشجعوني عشان اعمل لكم فيديوهات اكتر و... وان شاء الله فيديوهاتي تنول اعجابكم. هنا كنت غطيت على الفراخ، هروح بقى اعمل صينية البطاطس. هقطع بصلاية الاول، في ناس بتقطعها حلقات، انا بقطعها قطع صغيرة عشان عندي جوزي مش بيحب البصل يكون باين في الاكل، يعني بيبقى صغير في الاكل. فقطعت الطماطم برضو بنفس الطريقة والفلفل بنفس الطريقة، يعني بدل ما اقطعهم حلقات. انا كنت الاول بقطعهم حلقات، يعني انا اقطع البصلاية واخلصها اروح جايبة الطماطم ومقطعوها والفلفل. انا كنت مقطعة البطاطس شرايح مدورة كده، كده جبتها وهرصها بقى بس الاول هرش الاول على الطماطم والبصل ده الفلفل الاسود وملح وبهارات، وبعد كده هقلبهم في بعض كده وهرص بقى البطاطس في الصينية معاهم. وهجيب واحدة ماجي هحطها برضو على الطماطم والفلفل والبصل دول. هنا حطيت الملح، هجيب بقى واحدة ماجي اهي هروح افتحها وهاجي احطها على
هقلب بقى كله مع بعضه كده، وهبتدي ان انا احط طبقة تحت البطاطس كده وارص عليها البطاطس. انا بحب احط يعني تحت البطاطس وفوق البطاطس عشان تبقى كلها شاربة من بعضها كده. هي كده كده كلها هتبقى شاربة من بعضها لما تستوي. يلا قولولي رأيكم وشجعوني كده بكلمة حلوة، وما تنسوش تصلوا على النبي. كده رصيتهم خلاص. هروح بقى هجيب طبق احط فيه شوربة واحط فيه معلقة صلصة ومعلقة سمنة، وهحطها على البطاطس. يعني انا باخد معلقة سمنة اهيت وهاجي هقلبها في الشوربة كده تسيح، وبعد كده هاجي احطها على البطاطس واولع عليها بقى. كده خلاص هروح احطها على النار وهعمل الرز بقى. هنا كنت حطيت سمنة وزيت وحطيت الشعرية، بس الكاميرا مكانتش بتصور. هحمر الشعرية وانزل عليها بالرز. الشعرية كده اتحمرت، هنزل عليها بالرز اهو. هقلب الرز واحط له بقى المية والملح، وبحط شعرة فلفل اسود كده، انا بحبها على الرز يعني. بس وهوطي عليه شوية من النار العالية دي، وهسيبه بقى يستوي مع نفسه. هنا بقى كان الأكل كله استوى. هنا الرز اهوت والبطاطس استوت، هقفل عليها. والفراخ بعملها فيجيتار كده وبقليها. هنا كنت خلاص غرفت وخلصت. قولولي ايه رأيكم لو الأكلة عجبتكم، وما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.